رحيل محمد الشناوي عن النادي الاهلي. زي ما شفنا امبارح، طبعا كانت اولى مباريات النادي الاهلي في الدوري المصري كانت قدام مودرن سبورت، واتفاجئنا كلنا ان محمد الشناوي ما بدأش المباراة، مع ان محمد الشناوي المفروض كان هو اللي بدأ المباراة، بحيث ان دي اول مباراة في الدوري. محتاجين الثقة، محتاجين حد عنده خبرة يدي الثقة للاعيبة. تبقى بداية كويسة مضمونة إن شاء الله لعرين النادي الأهلي. ولكن فاجئنا خوسيه ريبيرو مدير الفني للنادي الأهلي إن هو بدأ بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير مش وحش، لا هو موهبة كويسة جدا. يعني حارس مرمى إن شاء الله ليه مستقبل كبير جدا، ولكن الخبرة بتحكم. يعني زي ما قلنا ان شوبير ما لعبش من بدري، يعني من زمان جدا ما شاركش مع النادي الاهلي، ما خدش مباريات. بالعكس الشناوي اخر مباريات كان هو اللي بيشارك فيها، عنده خبرة كويسة جدا، يقدر يبدأ بداية كويسة مع النادي الاهلي، وواحدة واحدة ان شاء الله مع المباريات يقدر يشارك شوبير. ولكن حصل العكس امبارح وكلنا كنا مصدومين، حتى محمد الشناوي ذات نفسه تفاجأ. يعني تفاجأ محمد الشناوي قبل مباراة مودرن سبورت بعد مشاركته، وده كان علامة استفهام بالنسبة لي، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. محمد الشناوي امبارح قعد مع كابتن محمد يوسف وعبر عن غضبه، وقال ازاي يا جماعة انا ما ابدأش اول مباراة في الموسم. ويعني محمد يوسف برضو بلغه ان هو لازم يحترم قرار المدير الفني، وان هو يتواجد على دكة البدلاء، لان ده قرار المدير الفني خوسيه ريبيرو، ولازم نحترمه ولازم نقدر اختياره لحراسة المرمى. محمد الشناوي قبل الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي ان لو الوضع استمر على كده هيرحل في يناير، هيرحل في يناير. محمد الشناوي خلاص خد القرار ان هو لو ما شاركش مع النادي الاهلي وقعد احتياطي مباريات كتير لازم ان هو يرحل في يناير القادم، وده اللي بلغه فعلا للمدير الرياضي للنادي الاهلي اللي هو كابتن محمد يوسف. محمد الشناوي بالنسبة لكابتن حسام حسن المدرب منتخب مصر ان هو رقم واحد. يعني الشناوي بالنسبة للكابتن حسام حسن ده نمبر 1، محمد الشناوي ده نمبر 1 واثنين وثلاثة كمان. فما ينفعش ان هو ما يلعبش مع الاهلي ويقعد دكة، طبعا مستواه هتدهور وثقة المدرب في محمد الشناوي هتبقى مش قد كده، وممكن يبقى فيه بديل ليه او اختيار تاني ليه للمنتخب. محمد الشناوي عايز يلعب بطولة افريقيا اللي جاية، وكمان يعني عايز يلعب كأس العالم ان شاء الله لو رحنا كأس العالم اللي جاي، فهو طموحه كبير محمد الشناوي، فبالتالي هو عايز يلعب مش عايز يقعد دكة، فعشان لو قعد دكة مستواه هينزل. فمحمد الشناوي محتاج ان هو يلعب الفترة اللي جاية بأي شكل من الاشكال، كان في النادي الاهلي او في اي نادي تاني. الشناوي امبارح الصراحة بكل امانة شد ازر اللاعبين، وكلنا شفنا ده وهو قاعد على الدكة بره، كان بيشد في أزر اللاعبين خلال المباراة وبعد المباراة قعد مع اللاعبين وبلغهم ان دي اول مباراة لسه في الدوري، ولسه الماتشات كتير ولسه المشوار طويل، واداهم الثقة، اداهم الثقة في انفسهم وفي امكانياتهم، وطالب اللاعيبة في التركيز على المباريات القادمة ان شاء الله. فمحمد الشناوي تأثيره جامد جدا في النادي الاهلي وعلى اللاعبين، فعلا هو قائد بمعنى الكلمة. الموضوع التاني المهم برضو، يعني معنا موضوع هام جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله ستعقد جلسة عصر اليوم بين المحامي اشرف عبد العزيز اللي هو محامي كابتن احمد السيد زيزو ووالده. هيقعدوا مع بعض المحامي اشرف عبد العزيز مع والد احمد السيد زيزو اللي هو الحاج سيد زيزو، لمناقشة ما سيتم عملوا تجاه السباب والخوض في الأعراض والتجاوزات اللي حصلت من بعض جماهير نادي الزمالك. والنهاردة بالليل بإذن الله هيكون في حلقة تلفزيونية نارية ساخنة جدا مع والد كابتن السيد كابتن أحمد السيد زيزو اللي هو الحاج السيد زيزو مع كابتن شوبير، النهارده على قناة النادي الاهلي. تبقى الليلة ان شاء الله الحلقة دي عشان يوضحوا او يكشفوا الحقائق للرأي العام،
يعني ان شاء الله دي حلقة منتظرة والناس كلها لازم هتتابعها، عشان هيبقى في حقائق هيكشفها والد احمد السيد زيزو عن بعض الشكوك وبعض الامور اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. المفروض هو كان هيطلع مع ابراهيم فايق، بس ابراهيم فايق واخد اجازة طويلة، وطبعا الاحداث ساخنة وسريعة جدا، فهيطلع ان شاء الله مع شوبير النهارده على قناة الاهلي الليلة.